أهلا بكم. النهاردة هنلقي نظرة كده تحليل معمق لفيلم ساعة ونص. التحليل اللي معانا بيشوف الفيلم ده كأنه صرخة للمجتمع المصري وقتها. أهلا بيك. هو فعلا النظرة دي بتتجاوز فكرة إنه مجرد فيلم أو قصة. بالظبط، كأنه بيقول إن الفيلم ده صورة مصغرة لمصر كلها، قطر ماشي وكل راكب شايل همه وحلمه، وكلهم رايحين لنفس المصير المأساوي. تماما. ومهمتنا هنا نفهم إزاي الفيلم ده حسب وجهة نظر التحليل ده قدر يعكس قضايا المجتمع المصري من خلال رموزه وشخصياته الكتيرة دي. التحليل بيشدد كمان على إن كل ممثل، كل دور كان زي مراية بتعكس وجع مصري حقيقي. خلينا نبدأ نستكشف الرؤية دي أكتر. ياريت. نبدأ إذن بالرمزية. فكرة القطر دي التحليل بيشوفها إزاي؟ هل هو مجرد مكان بتدور فيه الأحداث وخلاص؟ لا لا خالص، هو أعمر من كده بكتير. النقطة الأساسية في التحليل ده إن القطر نفسه بيتحول لرمز. رمز الإيه بالظبط؟ رمز للوطن. الوطن اللي ماشي بسرعة ويمكن من غير وجهة واضحة قوي، أو يمكن حتى من غير سواق حقيقي شايل جواه كل أوجاع وأحلام الناس دي اللي هم أصلاً شرايح المجتمع المختلفة. كل قصة راكب هي حتة من صورة أكبر. بالظبط كده. كل حكاية فردية على القطر هي في الحقيقة انعكاس لهم عام، لهم مجتمعي. وده ياخدنا بقى لشخصيات. التحليل قال إن كل ممثل كان مراية الوجع. ممكن نشوف أمثلة؟ أكيد. التحليل بيبرز نماذج قوية جدا. عندك مثلا فتحي عبد الوهاب، الموظف المظلوم المقهور اللي بينهار. انهيار تام. انهيار تام، ومش عشان هو ضعيف، لا، ده بسبب ضغوط فوق طاقة أي حد، كأنه بيتسحق حرفيا. وعندك كمان هالة فاخر، مم. الأم اللي شايلة زي ما تقول عار بنتها. مم. لكن التحليل بيقلب الفكرة دي، بيقول لا، ده المجتمع كله هو اللي المفروض يخجل ويتكسف، مش هي. نقطة قوية دي. طيب والشخصيات التانية اللي اتذكرت زي محمد عادل إمام أو سمية الخشاب وإياد نصار؟ زي الوجع ده متعدد الأوجه. محمد عادل إمام الشاب اللي الفقر خنقة، منعه من أبسط أحلامه إنه يحب ويتجوز. حاجة بسيطة جدا لكنها مستحيلة. بالظبط. والأسماء التانية، سمية الخشاب، إياد نصار، أيتن عامر، أحمد بدير، كل واحد فيهم حسب التحليل أضاف بعد تاني للألم ده. يأس بقى، قهر، محاولة يائسة للنجاة. طيب، بما إننا بنتكلم عن تجسيد الواقع المؤلم ده، الإخراج بقى، إخراج وائل إحسان. الفيلم كان فيه شخصيات كتير جدا وقصص متداخلة في وقت قليل قوي. التحليل قال إيه عن النقطة دي؟ دي نقطة التحليل اتكلم فيها فعلا. في زي تساؤل كده، هل التنقل السريع قوي ده بين كل الشخصيات دي ممكن يشتت شوية أو يخلينا من الحقش نتعمق في كل قصة؟ ده سؤال منطقي، بس هل شاف جانب إيجابي في الأسلوب ده؟ أيوة طبعا. التحليل بيشيد باللي بيسميه عبقرية الإخراج في إنه خلق حالة اندماج غريبة. اندماج إزاي؟ إن المشاهد يحس إنه معاهم جوه القطر، بيتألم معاهم وخايف عليهم وعلى مصيرهم اللي باين من الأول إنه صعب. وكمان فكرة القطر كرمز للوطن اللي ماشي لوحده دي نقطة قوة بتتحسب للإخراج برضه، بتدعم الرسالة الكلية. طيب والنهاية؟ مشهد خروج القطر عن القضبان، النهاية الصادمة دي، التحليل شافها إزاي؟ هو وصفها بالصادمة طبعا، لكن الأهم إنه أكد إن المأساة نفسها ما بدأتش في اللحظة دي. في جملة لافتة قوي في التحليل: القلوب كانت مكسورة من أول مشهد. كأن الكارثة كانت جاية جاية. تماماً. نتيجة حتمية لتراكمات كتير، ظلم وإهمال ويأس متكوم. يبقى إيه الرسالة الأساسية أو الرسائل اللي التحليل ده بيستخلصها من الفيلم؟ الرسائل واضحة ومباشرة جداً بصراحة. الفقر موت بطيء، الظلم لعنة بتدمر الناس والمجتمع، وإن السكوت، إنك تسكت عن الحق، ده كأنك بتشارك في الجريمة. مشاركة في الجريمة. أيوة، عشان كده الفيلم مش مجرد فن، ده زي ما التحليل بيقول إنذار. إنذار لمين بالظبط؟ التحليل بيوجه الإنذار ده كلام واضح للي بيحكم، للي ساكت واللي تعب وساكت على تعبه، كأنها دعوة للكل إنهم يتحملوا المسؤولية قبل ما الوقت يفوت. التقييم الإجمالي اللي أشار ليه المصدر 8 من 10، ده تقييم عالي،
وبيوصف الفيلم إنه وجع حقيقي بيسيب اللي شافه متأثر ومصدوم، والأهم بيفكر. يعني نقدر نقول إن خلاصة التحليل ده إن فيلم ساعة ونص هو مراية مركزة لهموم مجتمع كامل وتحذير صريح من عواقب التجاهل والظلم. ويبقى السؤال اللي التحليل بيطرحه كده بين السطور وبيسيبولنا نفكر فيه: لو السكوت ده فعلا مشاركة في الجريمة زي ما الفيلم بيقول بقوة، طيب الصمت المستمر قصاد الوجع الفردي والجماعي ده معناه إيه؟ وإزاي ممكن نكسر الدايرة دي قبل ما المأساة تتكرر تاني؟ نقطة يعني تستحق نتأمل فيها فعلا.